السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إن شاء الله وصلنا للمحافظة السابعة وهي محافظة الغربية. يلا نبدأ، توكلنا على الله. أجب عن الأسئلة الآتية. المجموعة الأولى، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. 1. إذا كان س زائد ص بيساوي 2 فإن 2 س زائد 2 ص زائد 1 هيديني كام؟ طيب، أنا هشتغل على ديت إن أنا هاخد من 2 س زائد 2 ص هاخد الاتنين عامل مشترك. لو خدت الاتنين عامل مشترك هيتبقى عندي س زائد ص، بعد كده هكمل المسألة زائد 1 هيساوي. طيب، ما هو س زائد ص هو مديهالي بكام؟ ب2، يبقى 2 في 2 زائد 1، 2 في 2 ب4 زائد 1 هيكون الناتج 5. المسألة التانية، جذر التربيع 16 زائد 9 بيساوي 4 زائد كام؟ 16 زائد 9 أصلا ب25، وجذر ال25 5. طب الخمسة 4 زائد كام؟ هتكون 4 زائد 1. السؤال الثالث، إذا كان المستقيمان س زائد 2 ص بيساوي 1 و2 س زائد أ ص بيساوي 5 قال لي متوازيين. متوازيين يبقى معامل الس على معامل الس هيساوي معامل الصاد على معامل الصاد، ولكن لا يساوي الحد المطلق على الحد المطلق، فيبقى 1 على الاتنين هيساوي 2 على أ لا يساوي 1 على الخمسة، وأنا مش محتاج النسبة الأخيرة في حاجة. هنقول الألف هتساوي، هضرب مقص 2 في 2 ب4 على الواحد فيها ال4 ويكون الاختيار ب. السؤال الرابع، إذا كان منحنى الدالة التربيعية د لا يقطع محور السينات. لا يقطع محور السينات يبقى مفيش حل أصلا، فإن عدد حلول المعادلة هيكون عدد الحلول بصفر، لكن لو سألني على مجموعة الحل هتكون فاي. السؤال الخامس، إذا كان ن س هتساوي 7 على س زائد س على 7 فإن مجال ن، إحنا عارفين المجال بيساوي ح فرق أصفار المقام. المقام التاني 7 ملوش أصفار فهيكون ح فرق الصفر. السؤال السادس، مجموعة أصفار الدالة ن حيث ن س بيساوي س على س ناقص 5 زائد 4 على 5 ناقص س. ناخد بالنا إن هو طالب الأصفار مش طالب المجال. الأصفار هي أصفار البسط فرق أصفار المقام، فأنا هجيب أبسط صورة للدالة الأول، يبقى ن س هتساوي أول دالة س على س ناقص 5 تنزل زي ما هي، زائد الدالة التانية أنا هاخد من المقام -1 عامل مشترك عشان أخلي المقامات متشابهة. لما أخد السالب عامل مشترك هنا هيتبقى عندي في المقام س ناقص 5 وفي البسط 4، وأنا عارف إن هنا موجب مع سالب هيديني سالب، فهتكون المسألة ن س هتساوي س على س ناقص 5 ناقص 4 على س ناقص 5 هيساوي مقامات متشابهة. هاخد مقام 1 س ناقص 5 واطرح البسط س ناقص 4، وتكون أصفار الدالة هنا هي أصفار البسط فرق أصفار المقام. طب أصفار البسط عندي لو كانت س ب4، أصفار البسط هي ال4 وأصفار المقام هي ال5، فبالتالي أنا هكتب ال4 بس، يبقى أصفار الدالة ن هتساوي ال4. السؤال السابع، إذا كان للكسر الجبري س زائد 2 على س زائد 1 معكوس ضربي وهو س زائد 1 على س ناقص أ. طيب، ما أنا هجيب المعكوس الضرب للكسر وأساويه بالمعكوس اللي هو اداهولي. يعني المعكوس الضرب للكسر الجبري هيبقى هشقلب الكسر س زائد 1 على س زائد 2 هساويه بالمعكوس الضرب اللي هو اداهولي للكسر س زائد 1 على س ناقص أ. البسط هيروح مع البسط هيتبقى عندي س زائد 2 هيساوي س ناقص أ. الس هتروح مع السين في الطرفين يبقى سالب أ بيساوي 2، أضرب في سالب 1 يعني الألف هتساوي سالب 2 وهو الاختيار أ. السؤال الثامن، المجال المشترك للكسرين 3 على س ناقص 6 و9 على 2 س ناقص 12 هو. عايز المجال المشترك، يبقى ح فرق أصفار المقام الأول وأصفار المقام الثاني. طيب، أصفار المقام الأول 6 وأصفار المقام الثاني هاخد المقام الثاني أساويه بالصفر، يعني 2 س ناقص 12 بيساوي صفر. هاخد الاتنين عامل مشترك هتبقى س ناقص 12 على 2 فيها 6، كل ده هيساوي صفر، يبقى س هتساوي برضه كام؟ هتساوي 6. يبقى المجال المشترك هو ح فرق ال6.
السؤال التاسع: إذا كان أ وب حدثين متنافيين من تجربة عشوائية، وكان احتمال الألف بواحد على التلاتة واحتمال الاتحاد 7/12، فإن احتمال الب. طيب، لو كان أ وب حدثين متنافيين فيكون احتمال أ اتحاد ب هو احتمال الألف زائد احتمال الب. مفيش تقاطع هنا عشان هما حدثين متنافيين. طيب، هو اداني احتمال الاتحاد ب7/12، واداني احتمال الألف احتمال الألف ب1/3 زائد احتمال الب. بالتالي عشان أجيب احتمال الب هيساوي، أودي دي بعكس الإشارة، 7/12 ناقص 1/3. نفتح الآلة الحاسبة وهنكتب 7/12 ناقص 1/3 تطلع بربع، هتساوي ربع. الاختيار الأول. المجموعة الثانية: باستخدام القانون العام اوجد في ح مجموعة حل المعادلة 2 س تربيع ناقص 4 س زائد 1 بيساوي 0 مقربا الناتج لرقمين عشريين. أول حاجة هنكتب القانون العام، يبقى س هتساوي سالب ب موجب أو سالب جذر التربيعي ب تربيع ناقص 4 أ ج على 2 أ. مسائل سهلة جدا في الامتحان، وبدون القانون العام مش هنعرف نحل المسألة. وقبل ما أعوض في القانون لازم أجيب قيمة الألف والب والج. طبعا كلنا عارفين إن الألف هو معامل السين تربيع، حلينا زي المسائل دي كتير، والب هو معامل السين واخدها بنفس الإشارة -4، والجيم هو الحد المطلق ويكون 1. بعد كده هنعوض في قانون، يبقى س هتساوي سالب ب سالب في سالب بموجب، هتكون 4 موجب أو سالب الجذر التربيعي ب تربيع -4 تربيع ب16 ناقص 4 في ألف بكام؟ ألف ب2 في ج ب1، كل ده على 2 ألف يعني 2 في 2. أجيب القيم اللي تحت الجذر، يبقى س هتساوي 4 موجب أو سالب الجذر التربيعي 2 في 4 ب8، 8 في 1 ب8، 16 ناقص 8 يديني 8، كل ده على 2 في 2 ب4. نقسمها مسألتين ونقول إن السين هتساوي، ناخدها مرة بالموجب ومرة بالسالب، 4 زائد جذر التربيع لل8 على ال4، وس هتساوي 4 ناقص الجذر التربيع لل8 على ال4. بعد كده هنفتح الآلة الحاسبة وهنكتب 4 زائد الجذر التربيع لل8 على ال4، يطلع الناتج عندي ب71%. يبقى س هتساوي 1 وناخد رقمين بعد العلامة و70%. نخش على نفس المسألة ونجيب القيمة السالبة، نكتب ناقص دوس يساوي، هتطلع عندي ب29%. يبقى س هتساوي 29%، وتكون عندي مجموعة الحل م ح هي قيم س اللي طلعت عندي في المسألة 71% و29%. السؤال 11: اوجد قيمتي أ وب علما بأن 3 وسالب 1 حل المعادلتين. طالما هما حل المعادلتين يعني دي قيمة السين ودي قيمة الصاد، أقدر أعوض بيهم في المعادلتين وهيديني معادلتين في مجهولين هما الألف والب. طيب، السين هنا بكام؟ السين ب3 والصاد بسالب 1، يبقى 3 ألف أعوض في المعادلة الأولى زائد الصاد بكام؟ بسالب 1 يعني سالب ب، كل ده ناقص 5 بيساوي 0، وهنا موجب في سالب بسالب، يبقى 3 ألف ناقص ب نودي ال5 بعكس الإشارة هيساوي 5، ودي المعادلة رقم 1. هنعوض في المعادلة التانية، 3 في 3 ب9 يبقى 9 ألف زائد ب في -1، كل ده بيساوي كام؟ 17، وهتكون المعادلة 9 ألف موجب في سالب بسالب ناقص ب بيساوي 17، ودي المعادلة رقم 2. أقدر أحلهم مع بعض بالحذف أو بالتعويض. إحنا نحل بالحذف أسهل حاجة، عايز أخلي معامل الب هو معامل الب،
لكن مع اختلاف الإشارة. فأنا هضرب المعادلة التانية في -1 عشان يكون عندي واحدة بالسالب واحدة بالموجب، وهنكتب المعادلة الجديدة تحت المعادلة رقم 1. هيكون -9 أ زائد ب بيساوي -17. بعد كده هقول بجمع المعادلة 1، وهنسمي دي المعادلة رقم 3. بجمع المعادلة 1 و3، 3 ناقص 9 هيديني -6 أ. الب هتروح مع الب، هيساوي 5 ناقص 17 هيديني -12. هقسم على -6 في الطرفين، تطلع عند الألف سالب يروح مع السالب، 12 على 6 فيها الاتنين. هعوض في المعادلة 1 أو المعادلة 2 عن الألف بتساوي 2 عشان أجيب قيمة الب. نعوض في المعادلة رقم 1 بعد ما عوضنا عن قيم السين والصاد. تمام. فهنا الألف ب2، يبقى 2 في 3 ب6، يبقى 6 ناقص ب كل ده بيساوي 5. ود بعكس الإشارة، يبقى سالب ب هيساوي 5 ناقص 6 -1. السالب يروح مع السالب وتكون الب بكام؟ ب1. يطلع عندي مجموعة حل المعادلة هي قيمة الألف ب2 وقيمة الب ب1. اوجد مجموعة حل المعادلتين الآتيتين في ح في ح. س زائد ص بيساوي 3 وس ص بيساوي 2. طبعا دي معادلة من الدرجة الأولى واحدة من الدرجة التانية، فبالتالي مش هتتحل غير بالتعويض. هنثبت السين، نودي الصاد بعكس الإشارة، يبقى 3 ناقص ص. ودي المعادلة رقم 1. هعوض في المعادلة رقم 2 إن أنا كل س هتقابلني أشيلها وأكتب مكانها 3 ناقص ص. بالتعويض يبقى 3 ناقص ص مكان السين في صاد، كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 2. هضرب الصاد جوه مرتين، 3 في صاد ب3 صاد ناقص صاد تربيع بيساوي 2. هدخل 2 بعكس الإشارة، يبقى 3 صاد ناقص صاد تربيع ناقص 2 بيساوي 0. هرتب وهضرب فيه -1 عشان أخلص من السالب اللي قدام الصاد، يبقى صاد تربيع ناقص 3 صاد زائد 2 بيساوي 0. طبعا لما بضرب في -1 بغير كل الإشارات اللي موجودة في المعادلة. مقدار ثلاثي، هنحلل الصاد تربيع صاد وصاد، كام في كام يديني 2 مجموعهم 3، 2 في 1. إشارة الحد الأخير موجب، الاتنين ياخدوا إشارة الحد الأوسط. بعد كده هنقول صاد ناقص 2 بيساوي 0، ومنها صاد هتساوي 2، وصاد ناقص 1 بيساوي 0، ومنها صاد هتساوي 1. بعد كده هنعوض عن قيمة الصاد عند صاد بتساوي 2، إذن يبقى السين هتساوي 3 ناقص 2 في المعادلة رقم 1 طبعا، يبقى السين ب1. وعند صاد بتساوي 1، يبقى إذن السين هتساوي 3 ناقص 1 هتديني 2. ويطلع عندي مجموعة الحل قيم السين والصاد. نكتب السين الأول 1 و2، والزوج المرتب التاني 2 و1، وهو المطلوب. ن1 س هتساوي س على س تربيع ناقص س، ودي الدالة الأولى. والدالة التانية ن2 هتساوي س تربيع زائد س زائد 1 على س تكعيب ناقص 1. عايز هنا يبين هل الدالة الأولى بتساوي الدالة التانية ولا لأ، ن1 بتساوي ن2 أم لا، مع ذكر الإيه؟ مع ذكر السبب. أصلا عشان ن1 تساوي ن2 لازم ألاقي الاختصار بيساوي الاختصار والمجال بيساوي المجال. تعالى نحل المسألة ونشوف هنوصل لإيه. أول حاجة هنقول ن1 س هتساوي البسط عندي س هتنزل زي ما هي، وفي المقام أقدر أخد السين عامل مشترك، هيتبقى عندي س ناقص 1. نجيب المجال م1 ح فرق أصفار المقام، يبقى هنا 0 وهنا 1. نختصر، يبقى ن1 س هتساوي س هتروح مع السين، هيتبقى عندي في البسط 1 على س ناقص 1. كده أنا خلصت الدالة الأولى. شوف الدالة التانية، ن2 س البسط عندي مقدار ثلاثي، كام في كام يديني 1 مجموعهم 1، مش هلاقي لا يقبل التحليل، فهسيبه زي ما هو س تربيع زائد س زائد 1. المقام فرق بين مكعبين، هنحلله قوس صغير وقوس كبير. الجذر التكعيبي لس أس 3 س
ناقص نفس الإشارة طبعا، الجذر التكعيبي الواحد واحد، القوس الكبير هجيبه من هنا، ربع، غير الإشارة طبعا، اضرب واحد في س بس، ربع الحد الأخير هيكون واحد، ربع غير اضرب ربع. نجيب المجال م اتنين ح فرق أصفار المقام، اللي يخلي المقام هنا بصفر لو كانت س بواحد، والدالة التانية أو المعادلة التانية ملهاش أصفار، فيكون هنا المجال هو ح فرق الواحد بس. بعد كده نجيب الاختصار، يبقى ن اتنين س هتساوي المقدار اللي فوق هيروح مع المقدار اللي تحت، هيتبقى عندي واحد على س ناقص واحد. هل هنا ن واحد بتساوي ن اتنين؟ طبعا لا. ليه؟ هقول له بقى ن واحد لا تساوي ن اتنين، لأن م واحد لا تساوي م اتنين، عشان هنا المجال لا يساوي المجال، مع إن الاختصار بيساوي الاختصار، ولكن المجال لا يساوي المجال، فبالتالي ن واحد لا تساوي ن اتنين. اوجد ن س في أبسط صورة مبينة للمجال. نفس الخطوات اللي كنا شغالين عليها في المسألة اللي فاتت، ولكن دي مسألة طرح دالتين. هنقول ن س هتساوي حل البسط وحل المقام. البسط هاخد السين عامل مشترك، هيتبقى عندي س ناقص تلاتة، وفي المقام مقدار ثلاثي، كام في كام يديني ستة مجموعهم خمسة اللي هي اتنين في تلاتة، فنحلل مقدار ثلاثي بسيط. السين تربيع تبقى س وسين، الستة اتنين في تلاتة، إشارة الحد الأخير موجب الاتنين ياخدوا إشارة الحد الأوسط. نكمل ناقص، هنا ناخد الاتنين عامل مشترك، هيتبقى عندي س زائد اتنين، وفي المقام تحليل فرق بين مربعين، مقدار ثنائي، الأول ليه جذر تربيع والتاني ليه جذر تربيع، س تربيع س وس، الأربعة اتنين واتنين، واحدة موجب واحدة سالب. نجيب المجال ح فرق أصفار المقام، هنا لو كانت س باتنين، هنا لو كانت س بتلاتة، هنا سالب اتنين، وهنا الاتنين مش هكتبها تاني. نختصر لأبسط صورة، س ناقص تلاتة هتروح مع س ناقص تلاتة، وس زائد اتنين هتروح مع س زائد اتنين، هيتبقى عندي في الدالة الأولى س على س ناقص اتنين ناقص اتنين على س ناقص اتنين، هنقول يساوي مقامات متشابهة، هاخد مقام واحد س ناقص اتنين واطرح البسط، هيبقى برضو س ناقص اتنين، البسط هيروح مع المقام، هيتبقى القيمة أبسط صورة هي الواحد. اوجد ن س في أبسط صورة مبينة لمجال ن، ثم اوجد ن سالب اتنين إن أمكن. نفس خطوات المسألة اللي فاتت بالظبط، الفرق إن دي مسألة اسم الدالتين. طيب هنقول ن س هتساوي حل البسط والمقام، نفس الخطوات، ناخد السين عامل مشترك، هيتبقى عندي س زائد اتنين، والمقام عندي هو تحليل فرق بين مكعبين، قوس صغير وقوس كبير. س تكعيب جذر تكعيب س، ناخد نفس الإشارة، والجذر التكعيبي للسبعة وعشرين تلاتة، ربع الحد الأول، غير الإشارة، اضرب الحد الأول في التاني، ربع الحد الأخير. هنخلي علامة القسمة تبقى في ونشقلب الكسر، هتبقى عندي س تربيع زائد تلاتة س زائد تسعة على س زائد اتنين. هل المقدار الثلاثي اللي في البسط عندي يقبل التحليل؟ هلاقيه لا يقبل التحليل. كم في كم يديني تسعة مجموعهم تلاتة؟ مفيش. طيب نجيب المجال، المجال هيكون ح فرق أصفار المقام الأول، يبقى تلاتة وده ملوش أصفار، والمقام التاني سالب اتنين، والبسط بتاع المقام التاني عشان احنا شقلبنا الكسر فهلاقيه برضو ملوش أصفار. عايز أتأكد، بجيب قيمة المميز اللي هو ب تربيع ناقص أربعة ألف ج، لو طلعت قيمة موجبة هيكون ليها أصفار، طلعت قيمة سالبة ملهاش أصفار. نجيب الاختصار، يبقى ن س هتساوي س زائد اتنين هتروح مع س زائد اتنين، والمقدار الثلاثي مع المقدار الثلاثي، اتبقى عندي في البسط س على س ناقص تلاتة. طيب ده أبسط صورة. قال لي ثم أوجد ن سالب اتنين إن أمكن. طيب ما هو ن سالب اتنين دالة السالب اتنين، سالب اتنين أصلا لا تنتمي للمجال، فبالتالي هتكون قيمة غير معرفة، فهقول له
ن سالب 2 هتساوي قيمة غير معرفة، لأن سالب 2 لا تنتمي للمجال. لا تنتمي لإيه؟ لا تنتمي للمجال، أو لا تنتمي لمجال ن س. إذا كان أ وب حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية ما، وكان احتمال أ المكملة ب3/10 واحتمال التقاطع ب3/10، اوجد واحد احتمال الألف واحتمال أ فرق ب. أول حاجة احتمال الألف، احنا عارفين احتمال ألف عبارة عن 1 ناقص احتمال أ المكملة. طيب هنعوض، يبقى 1 ناقص احتمال أ المكملة ب3/10، 1 ناقص 3/10 هيطلع احتمال الألف ب7/10. تاني حاجة عايز احتمال أ فرق ب، دي بتكون احتمال الألف فرق احتمال التقاطع أ تقاطع ب. لازم نكون حافظين قوانين الاحتمالات عشان نعرف نحل المسألة بشكل صح. احتمال أ احنا لسه جايبينه ب7/10، ناقص احتمال التقاطع ب3/10، 7/10 ناقص 3/10 هيديني 4/10. وبكده نكون خلصنا الامتحان. يا رب تكونوا استفدتوا معايا، واشوفكم في الفيديو الجاي في رعاية الله.